ايه ديفا دي؟ هي دي بقى جزامة ديفا، دي تعديل البرو ماكس. ليه اتسمت ديفا؟ تقريبا عشان واخدين الشيب بتاعها حرف الدي. تعديل البرو ماكس كانت البرو ماكس شكل سريالي في المرايه، ديت عملناها جزء شارب جزء دوران. طبعا الجزامه ديت العرض بتاعها 80، الارتفاع بتاعها 190. بنستخدمها ممكن نحطها في الريسبشن ككونسول، نحط جنبها بف او نحط جنبها فازه زرع. بتتحط في اي مكان، العمق بتاعها صغير جدا، تقدر تتوظف معايا في اي حيطه. ليها ستاند من تحت عشان نسند عليه، بتتعلق معايا على الحيطه. بجيب عاشق ومعشوق اركبها في الجزئيه ديت وبتيجي تتسند بس على الارض. الخشب بتاعنا زي ما هو موجود، ما رضيناش نحط له اي درجه لون او نحط له اي شريطه عشان نبين الثمره بتاعت الخشب ان هي ما فيهاش فراغات، كلها جزء مصمت كامل. احنا ليه بنقول ان الجزامات بتاعتنا احنا اكتر توزيعا ليها او اكتر حاجه احنا متميزين بيها جدا؟ عشان الجزامات بتاعتنا كلها بنشتغلها خشب طبيعي. كلمه الخشب المصمت ان انا لما اجي اركب المفصله بتاعتي او الجرار بتاعي في الخشبه ما الاقيش اي نقطه من نقط الفراغ، سواء كان من الداخل او من الخارج. بنكسر قشره من جوه، قشره ارض واخده الايدج بتاع الميل، بحيث لو عندي شوزايه عريضه شويه اقدر احطها بالشكل دوت. جزامه الديفا اكيد هتشوفها كتير ناس بتقلد سامي مودرن، لكن دي القطعه الاوريجينال بتاعتنا اللي احنا بننزل اول سورس منها، وبعد كده تبتدي تتقلد معانا ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه. لازم يكون الكونتر من شركه معتمده زي انتاجيات كل سامي مودرن. الجزامه متوفر منها درجه لون الاوف وايت، درجه لون البني، درجه لون الاسود، درجه لون الشامبين. وزي ما اتعودنا ما تنساش تسال على جزامه ديفا من سامي مودرن وبقيه التشكيل بتاعها.